اهلا بكم في قناه فوكسي سبورت مع فيديو جديد. هذا الفيديو خاص بالتوقعات ديال الدور الاول كاس العالم. غادي ندرسوا الجروبات واحد بواحد، وغادي نختاروا جوج فرق اللي غيتاهلوا للدور الثاني واحسن ست تواليت. نبداو بالجروب ديال المكسيك، ساوث افريكا، ساوث كوريا، تشيك. كنظن بان المكسيك عندها بوتونسيال كبر من الفرق الاخرى. ساوث كوريا حتى هي فرقه صحيحه. كنظن ان المركز الاول غادي يكون المكسيك، المركز الثاني غيكون جنوب كوريا ولا كوريا الجنوبيه، والمركز الثالث غيكون التشيك، والمركز الرابع غيكون البافانا. بالنسبه للجروب الثاني، جروب بي، كاين كندا، بوسنيا والهرسك، قطر، سويسرا. كنظن بان البلد المستضيف كندا، سويسرا فريق قوي اوروبيا. كنظن ان سويسرا غتحتل المركز الاول، كندا غتحتل المركز الثاني وبالتالي غتأهل. المركز الثالث غيكون البوسنة، والمركز الرابع غيكون قطر. بالنسبه للجروب الثالث، جروب سي، كاين برازيل، المغرب، هايتي وسكوتلاند. كنظن ان المنافسه غتكون على الاشد ديالها ما بين البرازيل والمغرب. المغرب رغم بعض الغيابات وفقدان بعض اللاعبين فكيبقى فريق قوي اللي وصل الفينال ديال كاس افريقيا وتوج به على الورق حتى الان. بالتالي غادي نشوف بان هذا الجروب هذا المغرب غيحتل الصف الاول، البرازيل غتجي ثانيه، اسكتلندا غتجي ثالثه، وهايتي غتجي في المركز الاخير. البرازيل عندها ثله من المواهب، ولكن كجروب باقي ما وصلوش لذاك المستوى اللي كنعرفوه على الكره البرازيليه. جروب دي، الولايات المتحده الامريكيه، باراغواي، استراليا وتركيا. تركيا من خلال التصفيات شاهدنا منتخب قوي اللي دار نتائج ممتازه جدا، كان مع اسبانيا وحتى المركز الثاني، وفي التصفيات قام باداء رائع جدا. بالتالي كنظن بان في هذا الجروب هذا تركيا غادي تصدر المجموعه، الولايات المتحده غتجي في المركز الثاني، استراليا غتجي في المركز الثالث، باراغواي غتجي في المركز الاخير. جروب او، المانيا، كوراساو، كوت ديفوار، اكوادور. كنظن بان الفوارق باينه. المنتخب الالماني فريق قوي مع نايغليزمان كاين مستوى جيد، عندهم نجوم كهافرتس، وبالتالي فكنظن المركز الاول غيكون المانيا. المركز الثاني الاكوادور، واحد القوه كرويه صاعده، عندهم بزاف د اللاعبين اللي كيلعبوا في الدوري الانجليزي بمستوى عالي، كايسيدو لاعب تشيلسي. بالتالي كنظن بان الاكوادور تحتل المركز الثاني. وكوت ديفوار منتخب قوي، شفنا بانه انتصر على فرنسا في عقر دارها في ماتش اميكال، وعنده بزاف د النجوم اللي كيلعبوا في اوروبا، وبالتالي فكنظن كوت ديفوار غتحتل المركز الثالث وتقدم كاحسن تواليت. وكوراساو غتدير المجموعه، فريق جديد العهد بكاس العالم، وبالتالي فهي تجربه اولى. بالنسبه للجروب اف، الجروب السادس عندنا هولندا، اليابان، السويد وتونس. منتخب اليابان قوه صاعده، شاهدنا في كوب دي موند ديال قطر، صدر المجموعه على اسبانيا وعلى المانيا، ومر للدور الثاني وخسر بصعوبه ضربه ترجيح مع المنتخب الكرواتي. منتخب قوي، منتخب كيعجب النجوم. هولندا كذلك مع كومان، عندهم بزاف ديال النجوم كديون، كاغبو، كمالن. بالتالي كنظن ان المركز الاول غادي يكون ما بين اليابان وهولندا، وكنظن كنرجح كفه ديال هولندا بحكم التجربه باش تحتل المركز الاول. المركز الثاني لليابان، المركز الثالث للسويد، وتونس في المركز الاخير.
بالنسبه للجروب السابع جروب جي، عندنا بلجيكا، مصر، ايران ونيوزيلندا. كنظن ان بلجيكا مع رودي غارسيا تطور الفريق، ما عندهمش نفس النجوم اللي كانوا ما عندهم شحال هذه، باقي دي بروين رغم التقدم في السن، كاين جيل جديد من اللاعبين بعد اعتزال هازارد وكثير من اللاعبين، فعندهم جيل جديد كيتزعموا دوكو كورتوا كقائد الفريق. وبالتالي هنا كاين تفوق واضح في هذا الجروب المنتخب البلجيكي على باقي المنتخبات اللي معاه، مصر وايران ونيوزيلندا. فكنظن المنتخب البلجيكي غيتصدر بسهوله المجموعه. في المركز الثاني كنرشح ايران تكون في المركز الثاني بحكم التجربه العالميه اللي عند الفريق، فريق عتيد على المستوى الاسيوي. المركز الثالث كنرشح الفريق المصري يحتل المركز الثالث، والفريق النيوزيلندي تسديل الترتيب. الفريق المصري كاين بزاف د المشاكل، عندهم مشكل ديال تسجيل الاهداف رغم توفرهم على لاعب كمرموش وتريزيغي وصلاح، والمشكل اللي كان وقع ما بين حسام حسن ومصطفى محمد اللي ما عيطش عليه لهاد نجم فريق نونت، اللي ما عيطش عليه لهاد الكاس العالم، مشاكل شخصيه كتعود لفتره الزمالك ما بين الطرفين. وبالتالي فكنظن ايجيبت قد تاهل كاحسن توالد. الجروب الثامن جروب اش، عندنا سبليون، كاب فيرد، سعودي ارابيا، السعوديه، اوروغواي. كنظن الفوارق باينه، الفريق الاسباني بالنجوم ديالو ديال لا ليغا اكيد غادي تصدر المجموعه. عفوا. في الرتبه الثانيه كنظن غادي يكون الاوروغواي فريق جيد. المركز الثالث الفريق السعودي، والمركز الرابع الكاب فيرد اللي جديد العهد بكاس العالم. المجموعه التاسعه اي، عندنا فرنسا احد اكبر المرشحين للفوز باللقب، الارماده اللاعبين اللي كيتوفر عليها، كم المواهب الخارق للعاده من اوليسي ديمبيلي، ديزيري دوي، زائر امري، تشاوميني، رابيو، تورام، بابي. اكيد فريق صعب جدا واحد اكبر المرشحين للقب. عندنا معاه منتخب السنغالي منتخب قوي، منتخب العراق ومنتخب النرويج. هذه احد اصعب المجموعات في كاس العالم. كنرشح المنتخب الفرنسي باش يتصدر هذه المجموعه. المركز الثاني غيكون صراع محتدم ما بين السنغال والنرويج. النرويج كنعرفوها عندها فريق جيد جدا، قدروا يتفوقوا على منتخب الايطالي ذهابا ايابا، كيتوفروا على احد ابرز المهاجمين في العالم اللي هو إريك هالاند، ستورلوك لاعب اتلتيكو مدريد، اوديغار وباقي اللاعبين. عندهم منتخب جيد جدا. كنظن المنتخب النرويجي غيحتل المركز الثاني، والمنتخب السنغالي غيحتل المركز الثالث، والعراق غادي تدير المجموعه. نمشيو للمجموعه الجي، ارجنتين، الجزائر، النمسا والاردن. كنظن المنتخب الارجنتيني متفوق على باقي المنتخبات، منتخب مرشح، منتخب حامل اللقب، كيتوفر على اعظم لاعب في التاريخ اللي هو ميسي. فاكيد الارجنتين غتصدر المجموعه. الجزائر كنظن فريق جيد جدا كيتوفر على بزاف د النجوم كيتزعمهم محرز. كنظن المنتخب الجزائري غيحتل المركز الثاني، المنتخب النمساوي يحتل المركز الثالث، والاردن تدير المجموعه. مجموعه ك، عندنا البرتغال قياده الاسطوره كريستيانو رونالدو في اخر كاس العالم ليه، عندنا كولومبيا، عندنا اوزباكستان، عندنا الكونغو ار دي سي. كنظن البرتغال
عندها افضل وسط ميدان في العالم، جواو نيفيز، فيتينيا، برونو الفيز. عندها اجنحه خارقه كليا وك كونسيساو، ك برناردو سيلفا، جواو فيليكس. فريق ترينكاو، فريق جيد جدا. باتشو في الدفاع، عندهم فريق جيد جدا. وبالتالي كنظن بان البرتغال احد المرشحين الكبار للفوز بكاس العالم. كنظن ما غيوجدش صعوبات باش يتصدر المجموعه. كولومبيا غادي تنافسوا، كولومبيا غادي تحتل المركز الثاني، وكنظن ان الكونغو غتحتل المركز الثالث، الجزائر سابقا، والمركز الاخير غيكون من نصيب اوزبكستان. بالنسبه للمجموعه الاخيره، المجموعه الثانيه عشر، عندنا انجلترا، كرواتيا، غانا وبنما. بزاف د اللغط حول المنتخب الانجليزي، سورتو منين توخيل قرر الاستغناء عن بالمر وكذلك فودن، والاتيان بانطوني اللي كيلعب في الاهلي السعودي، وكذلك هندرسون البعيد عن الفرق الكبيره مؤخرا. بالتالي كنظن رغم ذلك انجلترا كتبقى منتخب كبير، عندهم دوري الافضل في العالم، عندهم مجموعه ديال النجوم، وبالتالي كنظن بان انجلترا غادي تصدر المجموعه بدون ادنى مشكل. المنتخب الكرواتي منتخب اللي كيعرف بعضياته ولعبوا مع بعضياتهم مده طويله، حققوا انجازات. الجيل كبر شويه، عندنا كراماريتش، بيريزيتش، مودريتش، لاعبين اللي تيلعبوا اخر كاس العالم ديالهم. وكنظن منتخب اللي كبير في السن، وما كنتوقعش انه يمشي بعيد في كاس العالم، ولكن كنظن انهم غيمروا كثاني المجموعه في هذا الجروب. غانا غتحتل المركز الثالث، وبنما غتحتل المركز الرابع. الان بعد اختيار المتاهلين الاول والثاني من كل مجموعه، ممكن نقترحوا 6 منتخبات اللي غتمر كثالث المجموعه. كنظن من ابرز المرشحين للمرور كثالث المجموعه عندنا الكوت ديفوار، عندنا اسكتلندا، عندنا كذلك مصر، وكذلك السنغال والسويد. وبالتالي فهادوما 6 المنتخبات اللي كنظن يقدروا يرافقوا باقي المنتخبات للدور الثاني. هذه كانت التوقعات ديالنا، نبغي نسمع التوقعات ديالكم في التعليقات. نتلاقاو في فيديو جديد باش يمروا المنتخبات للدور الثاني، باش نديروا دي برونوستيك اخرين للادوار القادمه. كنشكركم على المتابعه، ما تنساوش تشجعونا بلايك وسبسكرايب ودعم القناه. نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم بزاف وتحياتي.